واحد من أكبر وأهم علماء القرن العشرين، وليه الفضل الأكبر في أنظمة الكهرباء والإنارة اللي لسه بنستخدمها لحد النهاردة. العالم كله شايفه إنه شخصية عظيمة، لكن ده ما يمنعش إن في طريقه للوصول للنجاح سرق أبحاث علمية وأنظمة كهربائية ونسبها لنفسه. النهاردة هنحكي قصة توماس إديسون. توماس اتولد يوم 11 فبراير سنة 1847 في مدينة ميلان في ولاية أوهايو. كان الولد الأصغر في عيلة مكونة من 7 أطفال، وفي سنة 1859 بدأ إديسون ينزل الشغل. في الوقت ده كان عمره 12 سنة، وعشان إديسون يقدر ينتظم في الشغل اضطر يسيب المدرسة. في الوقت ده شغله كان إنه بيبيع جرايد وبعض الحلويات لركاب القطارات، لكن إديسون كان بدأ يحس إنه بيفقد حاسة السمع واحدة واحدة. كان بيسمع نداءات الركاب بصعوبة، ودي الحالة اللي لازمته عمره كله. إديسون كان بيدعي إن الحالة ديت جاتله بسبب إن في يوم من الأيام في حد شده من ودانه جامد، لكن على أغلب الظن ده ما كانش السبب الحقيقي، وإن إديسون كان بيعاني من التهابات في الأذن الوسطى والداخلية بصفة مستمرة، وده اللي كان مسبب له حالة ضعف السمع. وفي سنة 1863 إديسون كان بدأ يشتغل كعامل تلغراف. للي ما يعرفش إيه هو التلغراف، ده كان جهاز بيستخدم في أواخر القرن ال19 وأوائل القرن ال20. فكرته إنه بيرسل رسائل على شكل نبضات. النبضات دي يا إما نبضات قصيرة يا إما نبضات طويلة، والنبضات دي على حسب شكلها بتترجم لحروف، والحروف بتترجم لكلمات، والكلمات بتطلع لي نص الرسالة. والنبضات دي كانت بتتبعت بلغة اسمها لغة موريس أو مورس كود، يعني ده كده كلمة سبسكرايب بمورس كود. فكان عامل التلغراف الشاطر لازم يكون مميز جدا في ترجمة لغة موريس إلى اللغة الإنجليزية بطريقة سريعة، وده اللي كان بيتميز بيه إديسون. وما بين سنة 1863 و 1868 إديسون كان بيسافر ولايات كتير بسبب شغله كعامل تلغراف. وفي أواخر سنة 1868 إديسون اخترع نوع تلغراف جديد. التلغراف ده بيشتغل على سلك واحد بيبعت الرسائل في الاتجاهين، واخترع برينتر بتقدر تركب على جهاز التلغراف عشان تطبع الرسائل ونقدر نحتفظ بيها لفترة أطول، ونقدر نترجمها بشكل أسهل، وما بتعتمدش على إن عامل التلغراف بيسمع الرسالة مرة واحدة بس، فلو ملحقش يترجمها الرسالة راحت. ومن الوقت ده ولحد سنة 1775 كل اختراعات إديسون كانت بتتمحور حوالين التلغراف، لكن ده ما يمنعش إنه كان بيساعد شركات تانية في تطوير وصناعة التليفون. وفي سنة 1876 إديسون فتح أول معمل ليه. المعمل ده كان في منطقة مينلو بارك في ولاية نيوجيرسي. وبعدها بسنتين إديسون حط كل تركيزه في تطوير وصناعة لمبات كهربائية، وأنشأ شركة إديسون للإنارة الكهربائية. أغلب التجارب اللي كان إديسون بيعملها على اللمبات الكهربائية كانت بتكون تجارب ناجحة، ومع كل تجربة ناجحة كان بيقدم على براءة اختراع بالتجربة دي. التجارب الناجحة دي كلها انتهت باختراع الإديسون بالب أو لمبة إديسون. إديسون ما كانش أول واحد يخترع اللمبة الكهربائية، لكن أغلب اللمبات البدائية كانت بتنور لمدة دقايق قبل ما تتحرق، على عكس لمبة إديسون اللي في الاختبارات بتاعتها قعدت 13 ساعة قبل ما تتحرق، وده اللي كان رقم محدش سمع عنه قبل كده. كل ده خلى المستثمرين في شركة إديسون يبقى عندهم ثقة إن الراجل ده هو اللي هياخدنا للنجاح، هو اللي هيطور الإنارة في العالم كله. النجاح العظيم اللي أثبتته لمبة إديسون خلى إن سنة 1882 لمبة إديسون هي اللي كانت منورة شارع بيرل ستريت في منطقة مانهاتن. النجاحات الكتير لشركة إديسون ولللمبة بتاعته خلت أكبر اقتصادي في العالم وقتها يتواصل مع إديسون. الاقتصادي ده هو جي بي مورجان. جي بي مورجان اللي كنا عملنا عنه حلقة بتحكي قصة حياته بالتفصيل وقد إيه الراجل دوت كان مسيطر على الاقتصاد الأمريكي. جي بي مورجان لما كلم إديسون قال له حاجة واحدة بس: الشركة الكهربائية بتاعتك لازم تبقى أكبر شركة كهربائية في العالم. وده اللي خلى جي بي مورجان يستحوذ على جزء كبير من شركة إديسون وعلى كل المنافسين الصغيرين، ويضم كل الشركات دي مع بعض ويعمل شركة جنرال إلكتريك. جنرال إلكتريك اللي من سنة 1892 ولحد النهاردة هي أكبر شركة كهربائية في العالم، وإديسون هو الرئيس بتاعها. لكن قبل تكوين شركة جنرال إلكتريك إديسون كانت حاطة في مشكلة كبيرة. المشكلة دي كانت بعد اختراع لمبة إديسون كان بدأ إنتاج الشكل الأولي من الرسوم المتحركة، شوية صور شفافة وراهم لمبة فبتعرض الصورة على حيطة كبيرة، لكن كان الشكل مش أحسن حاجة وكان الموضوع محتاج تطوير. وبالفعل كان في شركات صغيرة بتطور الموضوع وقدرت توصل لمنتج شبه نهائي، وبعتت دعوة لتوماس إديسون عشان يتفرج على إنتاجهم في المصنع ويحاول يقول رأيه في الموضوع. إديسون انبهر بالمنتج اللي هم بدأوا يصنعوه، لكن في نفس الوقت كان خايف إنهم يسبقوه في الشكل الحالي للسينمات، فراح المصنع بتاعه وبدأ يطور شكل للرسوم المتحركة بعد ما شاف هم بيطوروه إزاي في المصنع بتاعهم. بمعنى تاني سرق التقنية اللي هم استخدموها عشان يطوروا
الرسوم المتحركة. مش بس كده، ده راح كمان طلع براءة اختراع على المنتج ده، وادعى ان هو المنتج بالكامل من اختراعه وسماه الفيتاسكوب. وأول ما خد شهادة براءة الاختراع راح رفع قضايا على الشركات اللي كانت بعتت له دعوة قبل كده، قال لهم ان انتوا بتسرقوا المنتج بتاعي اللي انا طورته بالكامل من اختراعي. وكلنا طبعا عارفين ان ده كذب، لكن المفاجأة لما اديسون اكتشف ان الشركات الصغيرة دي كانت اخدة براءات اختراع على الشكل الاولي للمنتج، الشكل الأولي اللي توماس احتاجه عشان يطور الشكل النهائي. فالمحكمة حكمت إن إديسون بيشتغل بسياسات احتكارية وأمرته بدفع تعويضات للشركات الصغيرة، ودي اللي كانت فضيحة لاسم توماس إديسون. ساعتها إديسون قرر إنه يخرج من مجال الصور المتحركة بالكامل. ودلوقتي هنتكلم عن أكبر خناقة إديسون دخلها في حياته، وهي خناقاته مع نيكولا تسلا ومع ويستن هاوس. طبعا كلنا عارفين تسلا، واللي هنعمل عنه فيديو قريب جدا هيحكي قصة حياته بالكامل. ولو انت متابع فيديوهاتنا فويستن هاوس اللي كان فورد شغال فيه في وقت من الأوقات، واللي برضه هنعمل عنه فيديو قريب. لكن قبل ما اتكلم في الخناقات، في رسالة عايز اوجهها لكل اللي بيتفرج علينا. القناة في الفترة الأخيرة نسبة المشاهدات فيها زادت بشكل كبير، فكل الشكر للي بيتفرج علينا وحابب المحتوى بتاعنا. لكن أكتر من 90% من اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين في القناة، فلو حابب تدعمنا يا ريت تشترك على القناة وتدوس زرار السبسكرايب. أتمنى نوصل ل1000 مشترك قبل بداية السنة الجديدة. شكرا ليكم جدا، ويلا نكمل الفيديو. نيكولا تسلا في وقت من الأوقات كان شغال في شركة توماس إديسون، والغريب إن كانت علاقتهم ببعض كويسة، لكن كان في دايما اختلاف في وجهات النظر. الاختلاف ده كان بيتمحور حوالين نوع التيار المستخدم في الإنارة. إديسون كان شايف إن الحل في الدايركت كارنت أو التيار المستمر، لكن تسلا كان شايف إن الالترنيتنج كارنت أو AC أو التيار المتردد هو المستقبل. لكن عند إديسون هو اللي ولد الخلاف ما بين تسلا وإديسون. إديسون كان متعصب جدا لرأيه، خصوصا إن الشركة المنافسة ليه ويستن هاوس كانت بتستخدم الالترنيتنج كارنت زي ما تسلا كان بيقول. وده اللي خلى إديسون شايف إنه لو سمع كلام تسلا واستخدم الAC فهو بيعترف بطريقة غير مباشرة إن ويستن هاوس أحسن منه. ومع إن الAC كان أفضل وأوفر في نقل الكهرباء لمسافات طويلة وبدأ انتشاره في الولايات المتحدة، إديسون كان مازال عنيد وبيحاول يثبت إن الDC أحسن. وحاول يعمل كده بإن هو مول تجارب كانت بتتعمل إنه يكهرب بعض الحيوانات بالAC عشان يوري الناس إن الAC خطير وممكن يموت الحيوانات. مش بس كده، ده كمان مول الحكومة عشان تعمل أول تجربة إعدام بالكهرباء بالAC عشان يوري الناس إن الAC أو الالترنيتنج كارنت خطير جدا وممكن حتى يقتل بني آدمين. وبعد ما تحدد موعد أول حالة إعدام على الكرسي الكهربائي، ويستن هاوس حاول يوقف الموضوع بأي طريقة عشان ما يخوفش الناس من الAC، لدرجة إنه وكل محامي عشان يدافع عن القضية. لكن الموضوع كان محسوم وتم تنفيذ حكم الإعدام بالالترنيتنج كارنت، والعالم كله اتكلم عن الموضوع إن الAC حاجة خطيرة. لكن في النهاية في إنشاء البنية التحتية للكهرباء في الولايات المتحدة الكل تأكد إن الDC غالي جدا في نقل الكهرباء مسافات طويلة، وإنه غير عملي في نقله بشكل كبير، والAC انتصر في النهاية. ودي اللي كانت تعتبر ضربة جامدة لإديسون. وفي يوم 14 أكتوبر سنة 1931 توماس إديسون دخل في غيبوبة غالبا بسبب مرض السكر اللي كان بيعاني منه، وبعدها ب4 أيام مات توماس إديسون. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، وقول لنا رأيك بطريقة من اتنين. لو شايف إديسون شخصية عظيمة وقدرت تغير التاريخ فعلا سيب لايك، ولو شايفه كان بيسرق براءات الاختراع وبينسب الإنجازات لنفسه سيب كومنت. أشوفكوا الفيديو الجاي.